شوفوا لي هالتحلاية اللي حضرت لكم إياها اليوم وبالنكهة العربية، ومثل ما عودتكم دايما بمكونات البسيطة وطريقتي اللي ولا أبسط من هيك. حضري لهم إياها وشو بتبيض وجهك خصوصي قدام الضيوف ب10 دقايق بس، ومتعيهم بأطيب طعم. مثل العادة خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. لايك للفيديو قبل ما نبدأ ونقول بسم الله ونبلش. في البداية ضفت لتر واحد من الحليب وبضيف له 5 معالق كبار من السكر. بضيف عليهم 4 معالق فقط من نشا الذرة. بدمج مكوناتي مع بعض على البارد. مع استمرار التحريك برفع طنجرتي على النار لحد الغليان، وبهذا الوقت رح أبدأ أحضر لأهم مكون معانا اللي هو المستكة. فرح أضيف بالمدقة نص معلقة صغيرة من السكر وشي 5 دراس من المستكة، مش أكتر من هيك. ما تكتروا مستكة لحتى ما تمرمر معاكم. طحنتها كتير منيح، وبهذا الوقت كنت مستمرة بالتحريك لحد ما وصل عند الخليط لمرحلة الغليان. بنزل بالمستكة. المستكة بحطها آخر مرحلة لحتى نكهتها ما تخف معانا. لو كان متوفر عندكم المستكة السائل أو البودرة برضو بيمشي الحال. ضفت 4 معالق كبار من الكريمة البودرة أو الكريم شانتيه أو الدريم ويب كيف ما بتسموه، وعلبة من القشطة جيمر أو العلب الصفيح مش كتير بتفرق. عندي هون نص كوب من الفستق الحلبي، نكهته بتشهي القلب. وإضافة المستكة والفستق الحلبي جدا مهمة بوصفة اليوم لحتى تحصلوا على طعم البوظة العربية. بعد ما غليته غلوة واحدة بس تمام، ببدأ أوزعه بالكاسات بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. بتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. بعد هيك بدخله على الثلاجة من ساعة لأكتر. لازم يبرد معانا تماما. نكهته وهو باردة يا جماعة بتنعش القلب وبترطب عليه. ضروري إنكم تجربوها. زينتوا أنا بشوي من المكسرات مع الورد المحمدي، يا عيني إشي عن جد بشهي القلب. شوفوا لي انتو بس هالمنظر. لازم كيف ما قلت لكم صبايا يكون معاكم الحلا كريمي، ما يكون متماسك ابدا. فعشان هيك كيف ما قلت لكم اللتر واحد من الحليب بياخد فقط 4 معالق كبار من النشا. وهلا مثل العاده لو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفه بتمنى تكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، وخبروني حتجربوها او لا.